من قلب الزمالك في 2007 على مدرج واحد في استاد القاهرة لحد أنا الزمالك على كل مدرجات استاد القاهرة في 2026. مساء الخير على كل جمهور الزمالك. أنا أحمد عادل فندق، ودي أول حلقة من كورفا سود. البرنامج ده مختلف عن أي برنامج لأن البرنامج بتاعنا من جمهور الزمالك والجمهور الزمالك. انتوا السبب في وجودي هنا النهارده، لان المكان اللي الناس عرفتني منه هو مدرجات التالتة يمين والكورفا سود. عشان كده انا موجود معاكم. احنا هنتكلم في البرنامج بتاعنا عن كل التفاصيل اللي انتوا نفسكم تعرفوها عن مدرجات التالتة يمين والكورفا سود. هتعيشوا معانا نفس التفاصيل اللي بيعيشها كل الناس اللي موجوده جوه مدرج التالتة يمين في مكان الجمهور بتاع نادي الزمالك، مكان اللاعب رقم 1 في نادي الزمالك. هتعيشوا معانا كل تفاصيل الحكايه زي ما كل الناس بتبقى موجوده في المدرج وعايشاها بالظبط. عشان كده احنا بنقول احنا هنا في كورفا سود. البرنامج مختلف عن اي برنامج انتوا شفتوه قبل كده. الكورفا سود او التالتة يمين هي مش مجرد مكان في المدرجات. المكان اللي في المدرجات الناس بتبص له على ان هو مجرد مدرج بيجمع مشجعين، وراه حياه كامله، وراه مجتمع، وراه كل جماهير الزمالك بكل اختلافاتهم دايما موجودين ورا فرقتهم. كل واحد عنده حياه تانية، واللي مجمع الناس دي كلها هو مدرج التالتة يمين. مدرج التالتة يمين مجمع كل الناس بكل اختلافاتها، كلهم ورا هدف واحد هو نادي الزمالك. بوصلتهم دايما اتجاهها واحد هو نادي الزمالك وبس. قبل ما نبتدي الحكاية عايزين نترحم على كل اخواتنا وكل اهالينا اللي عدوا على مدرجات التالتة يمين ومدرجات نادي الزمالك فقدنا اجسامهم، لكن روحهم لسه موجوده معانا. بدايه من ال 48 مرورا بال20 وكل شهداء الكره المصريه، واخيرا فارس من فرسان التالتة يمين محمد بلال. وبشكل شخصي انا حابب ان انا اترحم على والدي اللي توفى من فتره قريبه، وكان في ايامه الاخيره كنت قلت له ان انا هبقى موجود في البرنامج ده، وكان مبسوط جدا وكان بيشجعني. عشان كل دول انا موجود النهارده معاكم، وان شاء الله هنعمل حاجه مختلفه. عشان نخش في التفاصيل، والتفاصيل كتيره قوي، لازم نرجع لاصل الحكايه. اصل الحكايه من زمان قوي عشان نعرف تفاصيل من مدرجات الزمالك من ايام لما كان بيتقال يا زمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه، كان بيتقال القمر من فرحنا هينور ابيض، كان بيتقال زمالك في ناس حبايبك الليله دي معاك، كان بيتقال يا زمالك العب، كان بيتقال انصر يا رب الابطال، كان بيتقال في الكورفا سود جمهور اسود، اتقال يا ليالي عودي تاني، اتقال يا ناس يا ناس زمالك عايز الكاس، اتقال اخر حاجه واللي اتقالت من كل جماهير الزمالك سمعنا يا عم الحدوته. احنا هنا هنسمعكم كل ده. ازاي جمهور الزمالك من زمان كان ورا فرقته عشان يفضل هو دايما الزمالك الرهيب المرعب المخيف. ازاي جمهور الزمالك كان موجود في المدرجات وفي 2007 عمل قلب الزمالك لغاية 2026 لما عمل أنا الزمالك. كل التفاصيل دي هتبقى موجودة معانا ومش موجودة في حتة تانية غير في كورفا سود. وهاخد جملة كده بحبها قوي كانت اتقالت في أغنية للوايت نايتس: لسه فاكر البداية 5-6 ورا الجون، هدفه باسم الزمالك كل الناس قالوا ده جنون. وهو فعلا الموضوع لما ابتدى ياخد شكل منظم شوية في مدرجات نادي الزمالك كان فعلا هم 5-6 ورا الجون حرفيا، يعني الكلام ده كان حقيقي. الحكايه بدات من قبل 2006، الحكايه بدات من زمان، من ايام ما كان جمهور الزمالك بيحضر وبيسافر ورا فرقته كل محافظات مصر. جمهور الزمالك كان موجود في استاد ناصر اللي هو بقى استاد القاهره الدولي. جمهور الزمالك كان بيسافر ورا فرقته دايما مع عم جورج سعد كبير مشجعين الزمالك. الفكره فضلت مكمله وجمهور الزمالك عمره ما تخلى عن فرقته لحد لما ظهر مجموعه شباب عايزين يخلوا الموضوع منظم شويه، مع ظهور طبعا الانترنت وظهور السوشيال ميديا. يعني ما كانتش حتى لسه ظهرت في اواخر 2005 وبدايات 2006. رابطه محبي الزمالك كانت موجوده في المدرجات زي ما قلنا من 2006، وفضلت مكمله شويه موجوده في المدرجات لغايه نهايه 2006 وبدايات 2007. كان ظهر في النص بانر رابطه محبي الزمالك كان موجود،
ابتدت تظهر في ماتش القادسيه الكويتي. الاعلام الكبيره او زي ما الناس تقول عليه اعلام الصنانير، كان علم عليه لوجو الزمالك وعلم عليه لوجو رابطه محبي الزمالك. الموضوع فضل ياخد منحنى تصاعدي، والناس بتبتدي تتفرج في التلفزيون وعجبها الموضوع، والناس اللي بتيجي الاستاد بقى عاجبها الموضوع. الناس دي اللي بقت بتتحرك من عند وسط الملعب، الناس دي بقى ليها مكانها الثابت ورا الجون، الناس بقت بتيجي تبقى موجوده معاهم. لغايه شهر مارس 2007 كان في رابطه تانية موجوده في مدرجات نادي الزمالك. الموضوع كله ان رابطه محبي الزمالك تبنت ان مدرجات الزمالك كلها تبقى تحت اسم واحد، فبدل ما كانت رابطه محبي الزمالك دخلنا للاسم الاكبر اللي مكمل معانا لحد دلوقتي. كانت بدايه الوايت نايتس. الوايت نايتس بدأوا بقلب الزمالك في ماتش الفيصلي الأردني في 2007. مجرد قلب مكتوب عليه زمالك، قلب قماش وحواليه فريم بالجلاد الأبيض على مساحة مدرج واحد. الوايت نايتس لما بدأوا بقلب الزمالك في 2007 على مدرج واحد، وصلوا في 2026 لقانا الزمالك على كل مدرجات استاد القاهره. رحله كبيره وطويله. كان في دخله تانية بعد قلب الزمالك، كانت محاوله برضو ان الموضوع يكبر شويه في الثالثه يمين. مجرد خطين حمر، يا جماعه بعد اذنكم لما اللعيبه تنزل ارفعوا الجلاد. طب الجلاد ده نرفعه ليه وهيعمل ايه يا جماعه؟ انتوا مش هينفع تشوفوه، هيبان بعد كده. الناس برضو كانت لسه مش متعوده. الناس رفعت الجلاد لما اللعيبه نزلت تسخن، فرفعوا الجلاد. كانت دخلت الخطين، كانت المسج اليوم عودة مدرسة الفن والهندسة. فضلت برضو محاولات صغيرة في الدخلات. حصة الزمالك جماهيره الوفية اتعمل دخلت أسد البطولة برضو، كانت في ماتش ديربي، شرايط من الجنب وتيفو صغير كان مرسوم عليه أسدين. فضلت المحاولات مكملة. عملنا بعد كده كان في سنظل أوفياء من الدخلات اللي فضلت معلمة طبعا مع جمهور نادي الزمالك. زي ما بيقولوا السلوجان نفسه فضل مكمل لحد النهارده كجمله من الجمل المشهوره او اللي بتعبر عن جمهور الزمالك. سنظل اوفياء. كلمه سنظل اوفياء دي كلمه كل فرد من جمهور الزمالك فخور بيها لحد النهارده. تسلسل الاحداث كان سريع شويه، كانت لسه في البدايات، كانت ابس اند داونز. كان في دخلات كتير جدا واكشنز كتير جدا، وحاجات نجحت وحاجات ما نجحتش، وحاجات كن لسه زي ما بيقولوا الناس بتخبط. يعني انت لسه بتحاول تتعلم، فلسه بتخبط في حاجة جديدة. كان في بايرو شو 8/8/2008 في المحلة. كان في بايرو شو في ملعب اتحاد العاصمة في 2026. كان في محاولات كتير بتحصل في تغيير شكل الدخلات، في تغيير شكل المسجات، في تغيير انواع الدخلات. الموضوع فضل من 2007 لغاية وقتنا هذا، وان شاء الله يستمر. رحلة كبيرة قوي ورحلة فيها تفاصيل كتير. هنحاول بقدر الامكان ان المحطات المهمة في الرحلة دي، او المحطات اللي الناس ما تعرفهاش والناس حابة تسأل عنها، الناس حابة تعرف تفاصيلها، والناس حابين ان احنا نعمل عليها فوكس في لقطات مهمة جدا الناس ما كانتش عارفاها، محتاجين يعرفوها دلوقتي. ده اللي احنا هنقوله في الحلقة بتاعتنا. قبل ما نبتدي نسترسل في احداث كتير وفي دخلات كتير وفي مواسم كتير عدت علينا، ممكن نشرح شرح ولو بسيط عن شعار الوايت نايتس. شعار الوايت نايتس بيتكون من 3 عناصر. ممكن الناس تبقى شايفاها بسيطة، بس هي بسيطة وفي نفس الوقت فيها تفاصيل كتير. الشعار بيتكون من درع جواه خطين حمر بمنتهى البساطة. الدرع ده بيمثل كيان نادي الزمالك. الدرع ده فيه تفصيلة برضو صغيرة مش اي حد بياخد باله منها. فيه 10 مسامير. ال10 مسامير كل مسمار منهم بيمثل صفة من صفات الفرسان او من صفات جماهير الزمالك، اللي منها الشجاعة والوفاء والصدق والتضحية والكرامة، صفات اللي موجودة في فرسان نادي الزمالك. ده التفصيلة اللي كانت موجودة في الدرع. الدرع عليه سيف، السيف فيه حروف المجموعة. المقطع الخارجي مقطع جانبي لخوذة. الخوذة دي بتمثل محارب. المحارب ده هو رمزية لجمهور الزمالك. جمهور الزمالك هو اللي بيدافع عن الكيان، هو الدرع والسيف بتاع نادي الزمالك، وهو خط الدفاع الأول قدام أي حد ضد نادي الزمالك.
الموضوع ممكن يبان فيه تفاصيل صغيره، بس هو الوايت نايتس دايما بيحبوا يركزوا على التفاصيل، وجي وقت ان احنا ممكن نتكلم على تفصيله زي دي دلوقتي. وطالما اتكلمنا على دخله تعتبر دخله ايقونيه يعني في المدرجات، دخله سنظل اوفياء، الدخله دي يعني على ما افتكر هي الدخله دي اتعملت بالظبط قبل ماتش الديربي بحوالي ساعه مثلا، مع ان هي في وقتها كانت صعبه جدا، تنفيذها كان صعب جدا، ان كل الشرايط تبقى متظبطه جنب بعض بحيث ان كل الحروف لما الشرايط تنزل تبقى كلها رسم على نفس اللاين وترسم نفس الكلمه، بس اتنفذت وفضلت الكلمه موجوده معانا لحد النهارده. وطالما هنذكر سنظل اوفياء لازم نذكر دخله يا رب الكاس 2008. الدخله دي كانت اول مره يتعمل دخله كوريوجراف في المدرجات الثالثه يمين كلها فوق وتحت. هي كانت كلمه بسيطه جدا وكلمه معبره جدا، يا رب الكاس. كلمه يا رب الكاس دي كان وراها قصه. كلمه يا رب كانت اخر كلمه قالها محمود حمزه الله يرحمه، فارس من فرسان الثالثه يمين والوايت نايتس. كان مرض شديد، كان يعني رحمه من ربنا ان هو كان عنده فتره تعب وتوفاه الله، وكان اخر كلمه قالها محمود حمزه كانت يا رب. اتاخدت الكلمه دي وبقت هي العنوان بتاع دخله يا رب الكاس. تفصيله برضو مش كل الناس او ناس كتير تعرفها، بس كانت تفصيله مهمه، لان اكيد محمود حمزه لو كان كمل وكان موجود معانا قبل ما يتوفاه الله اكيد كان هو اللي كان هيقول يا رب الكاس، وكان عايز الزمالك ياخد الكاس. استكمالا برضو للموسم ده، ومن الدخلات المهمه جدا كانت الموسم ده، كان تيفو كبير قوي قماش، كان عرض 90 متر في ارتفاع 30 متر، كان مقتبس من قصه مدينتين، من روايه قصه مدينتين. كان فارس، والفارس في مقصلة وبيحاسب كل اللي موجودين وبيحاسب أعدائه، وأعدائه دول كانوا متمثلين في منافسين الزمالك في المجموعة بتاعته في بطولة أفريقيا. الدخلة دي كان ليها برضو حاجة كده، الدخلة دي كانت جت بعد وفاة محمود حمزة، فكان ساعتها هل الدخلة تتعمل ولا الدخلة ما تتعملش، ولكن الدخلة اتعملت. محمود حمزة المفارقة ان كان في سفريه للزمالك في طنطا، محمود حمزه من طنطا كان بيجي للقاهره مخصوص من طنطا عشان يرجع يسافر طنطا تاني، عشان خاطر يسافر مع الوايت نايتس ويسافر مع جمهور الزمالك عشان يروح يحضر ماتشات الزمالك. كان ماتش الزمالك وبدايه المحله في طنطا كان يعتبر زي ما بنقول اول ترحال كبير باعداد كبيره مع وجود الوايت نايتس، كان بره القاهره. كانت الاجواء صعبه جدا، كان في شهر 8 كان الموضوع صعب جدا. وكان في برضه ترحال تاني، سفريه تانيه باعداد كبيره لاسيوط، كل ده في وجود الوايت نايتس. كانت بدايه ان جمهور الزمالك يرجع يسافر تاني بره القاهره باعداد كبيره من القاهره. يعني الزمالك احنا عارفين الزمالك ليه شعبيه في كل محافظات مصر، يعني الزمالك لما بيبقى موجود زي ما بيقولوا في اي محافظه ده بيبقى عيد للمحافظه، لان الزملكاويه المحافظه دي بيبقوا موجودين بيشجعوا نادي الزمالك. لكن مع ظهور الوايت نايتس ابتدت ثقافة السفر تاني من القاهرة ترجع بعد ما توقفت فترة. ابتدى جمهور الزمالك يسافر تاني من القاهرة، سواء الوايت نايت سواء الجمهور العادي ابتدوا يسافروا تاني ويروحوا محافظات تانية بره القاهرة. فضلت الأحداث والماتشات، وللأسف هو كانت في بداية فترات الوايت نايتس كانت نتائج الزمالك ما كانتش دايما أحسن حاجة. يعني هي زي ما بيتقال كده هي كانت من أصعب فترات الزمالك على مستوى الإدارة أو على مستوى الكورة، لكن الفترة دي هي اللي ظهرت فيها الوايت نايتس، هي اللي ظهر فيها جماهير ابتدت تكتر تاني ورا الزمالك وبتساند وبتعافر عشان خاطر الزمالك يقف على رجله، عشان خاطر الزمالك يرجع تاني يقف على رجله. من 2005 و2006 و7 و8 الزمالك ابتدى الموضوع بقى صعب جدا على مستوى الإدارة وعلى مستوى اللعيبة، فكان لازم حد يساعد، او حد يبقى هو خط الدفاع الاول، او حد يفضل دايما مكمل ورا الزمالك. اللي كان مكمل دايما هم الوايت نايتس. في 2008 برضو كان في اكشن مهم، كان لمحمود حمزه برضو، كان في استاد المقاولين، كان تيفو محمود حمزه انت نجم في سمائنا. واي حد من فرسان الوايت نايتس او اي حد من جمهور نادي الزمالك هو دايما نجم، وهو دايما موجود وسط اخواته ووسط اصحابه، زي ما كان عايش وجوده في المدرجات ظاهر والناس حاسه بيه. حتى بعد وفاتهم دايما مدرجات الزمالك ما بتنساش ولادها، الوايت نايتس مش بتنسى حد ضحى وقدم لنادي الزمالك. في سنة 2009 كان في برضو محطات مهمة. كان في استاد اسكندرية كان أول ظهور لتيفو عليه حلمي زمورة، الرئيس التاريخي
لنادي الزمالك. وكان في تيفو برضه في استاد بورسعيد، طائر العنقاء، السقوط هو المستحيل. وكان في برضه تيفو في استاد الماكس، كان احتفال بمرور سنتين على انشاء الجروب. جه بعدها بدايه الموسم الجديد وبدايه الدوري، كان تيفو في استاد المقاولين، عوده بطل. كان برضه في استاد المقاولين انهض اسدي الجريح. كان يعني الناس لو هتبتدي تركز في الفتره دي برضه ستيل انت المسجات بتتكلم على وضع الفرقه، ان انت عايز تزق، ان في مشاكل، ان الفرقه مش احسن حاجه، فانت دايما دورك في المدرج ان انت تزق. ده كان بيبان في المسجات. زي ما الناس بقى كانت بتقول في الفتره دي، انت في 2009 الفرقه او النادي ظروفه ما كانتش كويسه على مستوى الاداري او على مستوى الملعب، لكن جمهور الزمالك بيكتر. يعني كانت المفارقه ان جمهور الزمالك بيكتر، ومع وجود الوايت نايتس ووجود الدخلات جمهور الزمالك ابتدى يتجمع ورا الوايت نايتس، لان الهدف ان احنا نشوف الزمالك كويس، وده اللي كان بيتعمل. فضلت برضو الدخلات موجوده. كان معانا دخله اونلي وان زمالك، دخله من الدخلات الحلوه، كانت في استاد الكليه الحربيه. طالما هنتكلم عن سنه 2009 لازم طبعا نفتكر دخله الديربي بتاعه فينديتا. كان وقتها الناس كانت بتقول ايه ده يا جماعه، فين الكتالوج بتاع الدخله؟ وده كان اول استخدام للدراما او للافلام في الدخلات. كان الفيلم وقتها كان مشهور جدا، وتم استخدام الرساله بتاعه المسج ريمبر ذا 8th of December. هي نفس الرساله بتاعه الفيلم او المسج الرئيسيه للفيلم، بس تم تغيير التاريخ. كان اول مره يظهر دخله في المدرجات مقتبسه من الافلام، ودي كانت نهايه سنه 2009. بدايه سنه 2010 طبعا كنا بنقرب من 100 سنه زمالك، اتعمل دخله، وكانت يعني حاجه مش هنقدر نقول ان هي دبل كوريو. هو كان رقم 98، رقم 98 ده بيتغير بيبقى 99. احنا كنا 98 سنه زمالك، 2010 هنبقى 99 سنه زمالك. كانت المسج زمالك اكيد، حبي الوحيد، داخلين على 100 وحبه يزيد. فضل الموسم مكمل. كان في برضو دخله كانت حلوه جدا، كانت بره القاهره، كانت بطوله تدق الطبول، حاربوا من اجل الاسطول. هي كانت مكونه من شرايط هي بتمثل البحر، والمركب هو الوايت نايتس، وكان الشراع هو اللي بيزق المركب بتاع الجماهير الزمالك، كان هو الوايت نايتس. كانت داخله من الدخلات حلوه جدا في سنه 2010. نهايه 2010 كان فيها دخله كبيره، كانت دخله تعتبر كبيره برضو، كانت موجوده في ماتش ديربي على شكل كوريو. كانت 3 مسجات، بس كان كل جزء من المسج ليه حاجه بتعبر عنه في المدرجات. وكانت مسج الدخله دي بطل من الروايات، استردوا البطولات، فرسان في المدرجات. ودي كانت نهاية سنة 2010. سنة 2011 كانت مليانة برضو أحداث كتير. بدايتها خالص كان ماتش أولينزي ستارز، وبعد كده كان في ماتش الأفريقي. وبعد كده في فترة كان توقف للنشاط للظروف برضو اللي كانت موجودة. بعدها كان في دخلة ايام باك في موسم اعتيادي برضو في الدوري. وكانت السنة دي برضو فيها دخلة رغم الفساد انتصر، كانت في استاد الكلية الحربية. الموسم ده برضو كان فيه احداث مهمة في بطولة الكاس. كان من اول الماتشات، من اول دور ال16 ودور ال8 وقبل النهائي لحد النهائي، كان في دخلة 100 زمالك، 100 سنه برضو، عشان احنا كنا في سنه 2011. كان في دخله الجوكر، وكان في دخله النيزك. كانت برضو دخله النيزك دي كانت حاجه كده ريليتد اللي كان في وقتها حدث، وكانت الناس كلها بتتكلم عليه، فخدنا برضو حاجه عملناها على شكل كرتون برضو. فهتلاحظ ان في استخدام يعني لاشكال وافكار مختلفه على مدار السنه. كانت الدخلات دي مكمله معانا في نهائي الكاس. كانت اخر دخله كانت في الثالثه يمين، كلها فوق وتحت. كانت نهائي الكاس قدام انبي، بس يعني الزمالك ما توفقش الماتش ده. كانت دخله لاست موف شيك ميت. كان هي اللعبه كلها كانت رقعه شطرنج، وان خلاص هي اخر حركه ليك هو الماتش ده، خلاص زي ما بيقولوا كش ملك، اخر حركه ليك، احنا عايزين نكسب نهائي الكاس. السنه دي كان من اهم الاحداث فيها طبعا
كان ماتش المئويه، ماتش اتلتيكو مدريد 10 نوفمبر 2011. 100 سنه زمالك، وكنا وقتها بنقول يا بخته اللي عاش اليوم ده، اللي عاش احتفال مئويه نادي الزمالك. الدخله الرئيسيه كانت اليوم ده كانت في مدرجات التالتة يمين ومدرجات التانية يمين. كانت مدرسة الفن والهندسة 1911 و2011، 100 سنة. وكان الماتش ده برضو كان فيه أحداث كتير، هو ماتش احتفالي طبعا، واللي نجح الماتش ده بشهادة الناس كلها، بشهادة مسؤولين نادي الزمالك يعني، كان هما الوايت نايتس وجمهور نادي الزمالك. كان في كل 11 دقيقة في الماتش ده كان في أكشن، في أكشن من الدقيقة 1 كان في أكشن، الدقيقة 11 كان في أكشن، بداية الشوط الثاني كان في أكشن، بعد 11 دقيقة في أكشن. الماتش كان فيه حاجات كتيرة جدا تليق بقيمة اليوم وبقيمة الحدث اللي ما بيتكررش غير كل 100 سنة طبعا. دي كانت أهم الأحداث اللي كانت موجودة في سنة 2011. سنة 2012 كان في يعني الاكشنز ما كانتش كتير قوي، لكن كان فيها علامة مهمة، كانت ماتش الزمالك والمغرب الفاسي. ده كان اول ترحال خارجي للوايت نايتس، كان ترحال لفاس في دولة المغرب. كان في برضو ذكرى في 2012، كانت 1 فبراير 2012. كلنا طبعا فاكرين اليوم ده، او ما يعني بنحاول ان احنا ما نفتكروش اليوم ده. كان ماتش الزمالك والاسماعيلي، كان معمول دخلة بالشرايط، كانت أسطورة بيجاسوس، كان حصان أبيض، اللي هي الأفكار بتاعت الدخلات اللي بتيجي من الروايات والأساطير الإغريقية. الماتش طبعا ما تمش استكماله، الاحداث ماتش الاهلي والمصري، الجمهور او الوايت نايتس عبروا عن اعتراضهم عن عدم استكمال الماتش، وكانت الدخله تعتبر تم التخلص منها اليوم ده. بمناسبه الكلام اللي موجود السنه دي وبنسمعه عن الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه، ان خلاص الدوري المصري نسبه الانديه الجماهيريه بتقل، ممكن اللي يهبط ناديين جماهيريين، فاللي يصعد 4 انديه خاصه او انديه شركات. سنه 2012 كان في ماتش الزمالك وانبي، اتعمل اكشن اجينست مودرن فوتبول. ده كان بيعبر عن اعتراض الوايت نايتس عن الكرة الحديثة اللي بتبتدي زي ما بيقولوا شيئا فشيئا الكرة بتتحول، لان الاندية الشعبية او الاندية التابعة لمحافظات بتختفي، وبنبتدي بنشوف أندية خاصة أو أندية شركات هي اللي موجودة بكثرة، وهي اللي بتبتدي تأثر على الأندية الشعبية بسبب القدرة المالية عندهم. فكان ده أكشن مهم جدا، كان في استاد المقاولين، كان هو عنوانه ضد الكرة الحديثة. موسم 2013 ما كانش فيه حضور في بطولة الدوري، فكان الماتشات كلها اللي بتتلعب في بطولة أفريقيا. كان من الدخلات برضو المهمة كانت في استاد برج العرب، قادمون لغزو أفريقيا. كان في سفريه مهمه جدا لاثيوبيا، ماتش سان جورج، والزمالك جاب الصعود من اثيوبيا. كان ترحال برضو باعداد كبيره لاثيوبيا. كان في بعد كده ماتش ديربي، كان لأول مرة ديربي يتلعب في الجونة في ملعب صغير جدا. كان في دخلة مسجونة أمجادي السمرة، كان برضو البطولة بتاعت أفريقيا. السنة دي كان فيها 2 أكشن مهمين جدا. كان في صالة نادي الزمالك اكشن الماسكات او الوشوش اللي بتتلبس بتاعت عمرو حسين، فارس من فرسان الوايت نايتس توفاه الله. وكان من اهم اللقطات الموسم ده كانت الماتشات برضو بتتلعب في الجونة لسه، كان نهائي كاس ما بين الزمالك ووادي دجلة. واليوم ده كان كله او البطولة دي كانت بالنسبة لنا هي كاس عمرو حسين. ولقطة
شيكابالا الايقونيه لما جاب الجون وجري على البانر اللي كان محطوط على المدرجات بتاع عمرو حسين. برضو سنه 2014 كان الحضور مقتصر على بطوله افريقيا، كان من ابرز الدخلات كانت هي دخله ذا ماسك، برضو كانت مقتبسه من فيلم ذا ماسك ماتش اي اس دوان، كان ميدو كان هو المدير الفني. السنة دي برضو كان فيها 3 سفريات، كانت سفرية لزامبيا، وكانت سفرية للكونغو الديمقراطية، وكانت سفرية لأنجولا. السنة دي برضو كان فيها دخلتين في صالة نادي هليوبلس تحديدا، كانت دخلة وان لاف للزمالك، وكان في دخلة برضو كانت وداع لكابتن طه بصري. سنة 2015 للأسف السنة دي بتحمل ذكرى سيئة جدا لجماهير نادي الزمالك واللايت نايتس. سنة 2015 كان فيها ذكرى سيئة جدا، هي للأسف السنة اللي فقدنا فيها 20 من جماهير نادي الزمالك يوم 8 فبراير، واللي ذكراهم هتفضل موجودة معانا لحد النهاردة. ما عنديش غيره. وعيطت وقلت ما تروحش، ما عنديش غيرك، انت وحيدي. كان بيستنى الماتشات بتاعت الزمالك. عمل في اخر حاجه كان بيكتبها في الاجنده بتاعته، والحاجه قاعده يقول لك دايما الفكره ما تموتش، اللي بيموت ده عادي، اي شيء يموت، انما الفكره بتفضل في دماغ البني ادم. هو يوسف مش هيتناسي، هو مكان انا اتمناه واي حد يتمناه. سنة 2015 كانت أول إحياء لذكرى ال20 أو أول ظهور لحاجة ريليتد لل20، كان ماتش الزمالك وصفاقس في مدينة صفاقس في تونس. كان الوايت نايتس قرروا إن هم بأجسادهم يعملوا رقم 20 كإحياء لذكرى شهداء نادي الزمالك. الموسم برضو ما كانش فيه حاجات كتير غير في آخره كان في ماتش السوبر في الإمارات، كان الدخلة كانت هير زير زمالك إفري وير. كان في برضه في نهاية 2015 دخلت إيمورتالز، وكانت إحياء لل20، كان مباراة الزمالك والداخلية كرة طايرة ماتش صالة. بعدين 2016 كانت برضو نفس الوضع، ما فيش حضور في ماتشات محلية او في الدوري، فكان الموضوع كله في بطولة افريقيا. كان في ترحال للكاميرون، وكان في ترحال للجزائر ماتش بجاية، كان في حضور طبعا في ماتش بجاية هنا، كان في ترحال لجنوب افريقيا وماتش سان داونز، كان في حضور برضو هنا الماتش سان داونز، وكان السيمي فاينل كان ماتش الوداد في برج العرب، وكان السفر في ماتش العودة بعد الفوز طبعا الكبير اللي اتحقق هنا، مع ان الماتش اللي كان في المغرب كان المفروض ان هو اسهل، بس كان ترحال باعداد كبيره للوايت نايتس. اي نعم النتيجه ما خدمتش الزمالك، بس كان ترحال من اهم الترحالات يعني للجروب، ترحال الوداد سنه 2016. الموسم ده برضو كان فيه من الاحداث المهمه، كان احتفال ودخلة اب نورمال هيروز لفريق كرة اليد الاسطوري، جيل الاسطوري لنادي الزمالك، اللي كان دايما ساعتها كان بيبقى الوايت نايتس حاضرين معاهم في كل احتفالاتهم، كان جيل اسطوري وجيل الكوماندوز. 2016 من الاحداث المهمه اللي كانت فيها في احياء الذكرى الاولى للشهداء نادي الزمالك لل20، تم احياء الذكرى دي، وتم رفع التيفو اللي كان مقرر ان هو يترفع في ماتش نادي الزمالك ونادي انبي يوم 8 فبراير 2015. سنة 2017 ما كانش فيها برضو احداث كتير برضو بسبب ان الحضور المحلي ما كانش موجود. كان في ماتش السوبر في الامارات، وكان ترحال الوايت نايتس طبعا غير جماهير الزمالك اللي موجودة كالعادة طبعا في الخليج. كان في برضو اول احياء لذكرى ال 48 شهداء ال 48 لنادي الزمالك، كان ديستني سيم ديستني، كان مسج. كان عندنا برضو السنة دي كان في ترحال للجزائر، وكان في ترحال لزيمبابوي. سنة 2018 ما كانش فيها احداث تذكر، يعني ما كانش فيها احداث كتير. بعد كده سنة 2019 يمكن السنة دي اللي تم تتويج فيها نادي الزمالك بالبطولة الكونفدرالية، كان فيها ترحالين، كان فيها ترحال للسنغال وترحال لكينيا، وتم احياء ذكرى ال20 برضو. كان في اكتر من حدث مرتبطين بالصالات، كان في نهائي دوري كرة السلة، وكان في البطولة العربية لكرة الطايرة للسيدات،
وكان في سوبر جلوب كاس العالم للانديه في الهاندبول في السعوديه، وكان في استقبال كوماندوز الهاندبول ابطال افريقيا. كان من اهم الاحداث طبعا في 2019 كانت البطوله الكونفدراليه، اول بطوله كونفدراليه الزمالك يحصل عليها. كان النهائي طبعا قدام نهضه بركان في استاد برج العرب. اليوم ده كان في حضور 120 ألف زملكاوي في الاستاد. الوايت نايتس على مدار البطولة كان في ترحال في السنغال، وكان في ترحال في كينيا، وترحال كينيا تم إحياء ذكرى ال20 فيبر. سنة 2020 كان الزمالك بطل السوبر الافريقي بعد فوزه على الترجي. كان في استقبال للفريق بعد رجوعه من قطر. كان في برضه 2020 كان في السوبر المصري في الامارات، وطبعا الوايت نايتس كانوا حاضرين، وكان في برضه ترحال باعداد محترمه جدا. سنه 2021 كان اول مشاركه للزمالك في بطوله البال في رواندا. كان في طبعا وجود الوايت نايتس والزمالك توج بالبطوله. كان في برضه كوماندوز الهاندبول كانوا بيلعبوا في بطوله كاس العالم للانديه اللي هي السوبر كلوب، برضو كانت في السعودية، وكان في حضور مميز للوايت نايتس. بنقف عند المرحلة دي من بداية الحكاية، من أول ما بدأنا من 2006، من قبل 2006 وقفنا عند 2021. الحلقة الجاية هنتكلم على مرحلة مهمة جدا جدا جدا، ويمكن هي المرحلة اللي بدأت في 2022 ووصلتنا لغاية لما شفنا نادي الزمالك بطل الدوري في 2026 لحد آخر نفس.